إذا أردنا أن نوسع أكثر الدائرة، تأثير عملية طوفان الأقصى وما بعدها من عمليات مقاومة نوعية وجهادية يعني تسطر ملاحم، وأيضا الصمود هذا الشعب الذي أيضا يسطر ملاحم للتاريخ للحاضر وللمستقبل، كيف أثر في الرأي العام العربي وحتى الرأي العام الغربي؟ كيف ترى هذا التأثير؟ يعني أنا بداية أنا أؤكد أن طوفان الأقصى وهذه المعركة وهذه الملحمة التي استمرت هذه الأشهر العشرة غيرت فينا إحنا الشعب الفلسطيني أولا. وأنا أتوقع أن قيام الاحتلال باعتقال قرابة 15,000 ناشط من الضفة الغربية راجع لأنه يعلم أن هؤلاء إذا انفجروا في وجه الاحتلال، إذا انفجرت الضفة الغربية في وجه الاحتلال غير مهيأ لأن يستقبل انفجارا بحجم انفجار الضفة الغربية. وما ذلك إلا لأن قطاع غزة أصلا محاصر منذ 17 عاما، وقطاع غزة أصلا على الحدود وفي منطقة الجنوب، بينما الضفة الغربية هي في قلب فلسطين ومحيطة بالمدن الفلسطينية المحتلة عام 48، وهنالك مدن الآن في الضفة الغربية